في ناس بتسألني الألوان اللي عندك دي فيها رصاص ولا ما فيهاش رصاص؟ طبعا كلمة رصاص دي غريبة جدا علينا، احنا ما بنسمعهاش في شغلنا خالص. لكن أي لون كوبي مش اوريجينال ده بيبقى فيه مشاكل أكتر من الرصاص. لكن لو طالما اللون بتاعنا اللي بنشتغل بيه اوريجينال ده بيبقى مخصص للبشرة وبيبقى مخصص ان هو ينزل تحت الجلد، فده بيبقى آمن تماما وما فيهوش أي مشاكل. بس كان عندنا هنا تاتو حواجب قديم كان لونه رمادي واحنا عملنا عليه تغيير لون باللون البني الفرنساوي اللي احنا مميزين بيه. فطبعا الكلاينت هنا عملت مرة واحدة بس والمفروض ان هي جاية تعمل اعادة، فانا عايز اوريكم نتيجة اللون دوت من اول مرة شكله عامل ازاي وجماله عامل ازاي من اول سيشن. نبص بص عليه كده. طبعا القطن اهي مفيش اي حاجه اهو، ده كده اللون بتاعنا من اول مره. عملنا تعديلات ازالات من تحت طبعا مش باينه، والرسمه زي ما احنا شايفين كده. اللون لما بيكون اوريجينال بيدينا نتيجه حلوه، والايد اللي بتشتغل هي عارفه هي بتعمل ايه. يعني اللي يثبت لون ويثبت رسمه بتبقى اول حاجه اللون، تاني حاجه الايد اللي بتشتغل. يعني ممكن يبقى عندي لون كويس بس الايد اللي بتشتغل مش قد كده، الشغل هيطلع حلو وحش ومش هيثبت. فطول ما كل حاجه بتبقى بيرفكت الشغل بيبقى مميز جدا. ناخد راي الكلاينت. ايه رايك يا جميل؟ لا ما في حكي، ما شاء الله. ايه رايك من اول جلسه؟ مش 100% مليون %. ثانك يو. ما شاء الله ما شاء الله. ميرسي. حبيب قلبي. بس لو عندك تاتو حواجب قديم لونه رمادي مش مظبوط، عايزه تعملي لون بالبني الفرنساوي بتاعنا اللي كثافته عاليه، اللي الوحيد بنقدر نداري بيه لون التاتو القديم. فاحنا عشان نداري لون التاتو القديم لازما ليه لون معين، مش مجرد تاتو خلاص. اللون ده بيبقى كثافته عاليه جدا، بيبقى تقيل قوي، فعشان كده بيغطي التاتو القديم تماما وما بيرجعش تاني. ولما بيجي يفتحها بيفتحها على بني فاتح، لا بيفتحها على محمر ولا بيفتحها على مزرق. بس بص بصه كده بعد ما خلصنا الاعاده وظبطنا اللون بقى شكله عامل ازاي. يلا طبعا هتحس ان اللون فيه سنه حمار شويه، بس الحمار ده بيروح اكيد. ما بيبقاش كده. راح احط اللون ده. لو عايزه تعملي اللون دوت ما تلفيش كتير، لان انت مش هتلاقي اللون ده غير عندنا فقط، لان احنا بنجيبه من الشركه بمواصفات معينه عشان نقدر نداري بيها التاتو القديم ونعمل بيها تغيير له.